السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم بناتي واخواتاتي في قناتي خبر وانتشر. ان شاء الله هذا الفيديو يلقاكم بخير وعلى خير. موضوعنا لليوم موضوع مهم كثير طبعا ويخص العقيدة نتاعنا. اليوم بشرى عقبي اعطات كلام في الصميم للناس اللي تأمن بالأبراج. كاين الناس اللي حد اليوم ما زالهم يأمنوا بالأبراج، يعني سبحان الله، ويحدوا شخصية الناس ويحكموا على تصرفاتك وحتى على المستقبل تاعك غير على أساس تاريخ الميلاد نتاعك. والأخطر من هذا يقول لك هذاك البرج ناجح وهذاك البرج فاشل. بصح لحظة، منين جا نسقسيكم، يعني ولا نسقسي هذا الشخص نقولوا مين جاك هذا الحكم وشكون عطى الأبراج الحق باش تقرر قيمة الإنسان. اللي صرا اليوم راه خطأ كبير ولازم نوقفوا عنده. طبعا بشرى خرجت اليوم في تصريح راح نسمعوه مع بعض. تقول لكم كيفاش نحكموا على إنسان كامل من شخصيته وقدراته وحتى مستقبله غير على أساس تاريخ الميلاد. راح نشوفوا تصريحاتها الهامة واللي حطت النقاط على الحروف، ونرجع معكم البنات، ما تروحوش بعيد. وما تنسوش تدعمونا باشتراكاتكم وتفعلوا جرس بيزوكم كل جديد قناتنا بوقته. والاعجاب على الفيديو فضلا يسعى مرة. نروحوا نسمعوا بشرى. صافا هنايا اسيد لوميير. قلت لكم نعاود لكم الحكايه. من قبل كنت ندور في التيك توك وطحت في واحد لا فيديو هكا شغل هي سي ستيل تاع بودكاست يعني دايروا ان انيماتور وجايب وحده كوتش ولا يهضروا على الابراج على هكاك. بون بغض النظر على شكون يامن بالابراج شكون ما يامنش بهم، ماشي هذا هو موضوعنا. الموضوع اللي لفت انتباهي انه هذيك الانسانه كانت تهضر له زعما على المراه كيما يقولوا الجدعه، المراه الفحله. بدات تقول له زعما انت البرج الفلاني جدعه ياك، انت البرج الفلاني ماشي جدعه الا في شيء اللي يناسبها. بعد قاعده نقول سبحان الله، يعني زعما جي با ابري غران شوز، سي با نوفو، ماشي حاجه جديده عليا. مي تولوا تشوفوا الدنيا كيفاش ولات، سيتادير بالانسان اللي باللي قرا، باللي يعرف في الدنيا، باللي يسمي روحه يعرف بيان، باللي ما يعرفش كاع، نفس التفكير بارتو، انه ونفس لا ديدكسيون اللي تخرجي بها، الاستنتاج كاع اللي تخرجي به، انه قد ما تجوزي وقتك انك تمدي لو كان في 16 سنه انت تمدي، اليوم اللي ما تمديش فيه تحسب عليك اليوم اللي ما بديتيش فيه، ما يتحسبش عليك 16 سنه وانت تمدي. والدليل انه تخيلوا تجي تقول لك فلانه فلانه ماشي فحله غير في اللي يساعدها، تسمى ماذا بهم باش يسموك فحله لازم تكوني فحله في الشيء اللي ما يساعدكش يساعدهم. يعني لازم تعفسي على روحك وتعفسي على احاسيسك وتعفسي على كل حاجه ديالك اللي تخصك واللي تساعدك، لا يهم انها تساعدك، لازم تيا تفحالي وتقومي بالواجب في الحاجه اللي ما تساعدكش، باش تدي الدبلوم وتدي الميداليات تاع الانسانه الفحله. ونستنتج سيداتي ما تحوسيش تكوني فحله في اعين الناس، كوني فحله اولا مع نفسك. إذا من خلال رسالتها بشرى حبت توصل لكم معلومة مليحة بزاف ليكم، انكم ما تضغطوش على نفوسكم باه ترضيوا الطرف الثاني. ارضاء الناس غاية لا تدرك. كونوا انتم بنفوسكم، رضيوا نفوسكم اولا، انت سيدتي اولا وثانيا وثالثا ودوما. لانه الناس تاع زمان هذا مهما تعملي فيهم من خير مش راح يتذكروك. يعني تخدميها معاهم عام كامل، يجي نهار مثلا تكوني تعبانه ما كيش قادره امكانيا ولا ماديا، خلاص ينساو الخير اللي درتيه قبل كامل على هذيك الدقيقه. اذا نقولوا هذه رساله لكل امراه اليوم. خمي في روحك اولا، في صحتك، في احاسيسك، في ذاتك. اهتمي بنفسك اولا، ما تكونيش فحله غير في اعين الناس، تكوني فحله في روحك، يعني في ذاتك انت. وهذا هو الاهم، لانهم هم يحبوك تكوني فحله معاهم على نفسك انت. فهذا يعني رسالة واضحة. ونقول لك بشرى يعطيك الصحة على الكلام هذا، وربي يهدينا ونوصلنا. يعني الدين تاعنا يعني راح خلاص، الناس راهي تأمن بالأبراج، تأمن يعني بالأقاويل هذه اللي ما عندها حتى معنى. وربي سبحانه خلقك في الدنيا هذه، مقدر لك عمر كامل بخيره وشره، الشيء اللي راح تمر عليه كامل راه مكتوب عنده.
فهذه ما عندها حتى معنى، فقط الناس تروح تلجأ إليها بيهدوا من نفوسهم، يهدوا وكأنه يعني ربي سبحانه ما كان. استغفر الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. ربي يهدينا ويهدي الجميع إن شاء الله. خلوا لي تعليقاتكم البنات على الكلام اللي قالته بشرى، وش رايكم؟ هل أنتم من الناس اللي ترضيوا الناس على نفوسكم ولا العكس؟ ونتمنى لكم كل خير وربي يقدر الخير إن شاء الله. إلى فيديو جاي إن شاء الله. دمتم في رعاية الله وحفظه. مع السلامة.